انت بس لو كنت اقصر 10 سم كان زمانك فورمه من زمان. تخيل معايا جبت شكارتين اسمنت وظبطت المونه وجيت تصب اوضتين، اوضه 50 متر واوضه 10 متر. تفتكر معايا مين فيهم هيتملى اسرع؟ الاوضه ال 10 متر ده مش بس هتتملى اسرع، هتبقى متروسه اسمنت. الشخص القصير العضلات بتاعته بتتوزع على مساحه اقل بسبب قصر العظام. منشأ العضله ونهايتها بيكونوا قريبين قوي من بعض، فلما العضله تنقبض بتبان اكبر. وحبيت افكرك عشان المقارنه تكون عادله، احنا مثبتين الكتله ومهملين العامل الوراثي. واحد يقول لك طب ما العامل الوراثي بتاعي وانا طويل، ما انا ممكن ابقى دباب. يا اخي ده احنا كمان لو جينا للقوه، الشخص القصير بيلعب مدى حركي صغير جدا، ده بيخليه يزود وزن اسبوع ورا التاني، عكس صاحبنا الغلبان الطويل الطلعه بتاعته بتبدا بسبحان الذي سخر لنا هذا. اللي قدامك دول كريس بامستيد وهادي شوبان. للمعلوميه بس الاثنين 102 كيلو، بس الفرق في الطول يخلي هادي شوبان يعمل من حجم كريس بامستيد مره ونص. فانا عايزك تتخيل